دلوقتي. لا اتفضل. انا يعني في الناحيه الشرعيه قلت ان هناك وساوس النفس، وانا احاديث مش النفس. هقدر اتكلم في الناحيه الشرعيه في وجود فضيلتك. اكرمك الله يا الله دكتور. يبارك فيك. ووساوس الشيطان، يعني ايه مرض الوسواس؟ وهل الوسواس ده يعني هو ال الاسم العام ويندرج تحت منه وسواس قهري ووسواس غير قهري؟ يعني انا عايز اعرف ايه العلاج، ايه وسواس اوكي. ومنه ايه وسواس نعم قهري، نعم. ولسه نيجي بقى على الاسباب هو بتاعته. كلمه الوسواس بس تنطبق على الشخصيه الموسوسه اه. او الدقيقه شويه. نعم. يعني انا اعتبر نفسي شخصيه وسواسيه، ان انا احب الحاجه تبقى في مكانها، احب المواعيد تحترم، احب الورق ما يتحركش من مكانه، احب النظافه. طب ودي هو ما حب فيهاش حاجه. الاشياء بصوره منتظمه، دي نوع من الوسوسه، بس وسوسه محموده بقى. محمودة، ولكن إذا اه. أنا بقى طلبت من يعملون معي أن يكون على نفس القدر من النظام والنظافة، وأزعجهم كل شوية بأن الورقة دي هنا والورقة دي مش هنا، أصبح الأمر متطورا. اه. يعني ما يخصني هو ما يخصني. أقلم أظافري، أغسل وجهي بين كل حين نصف ساعة والاخر. مثلا، نعم. حين والآخر. إن أنا أتنبه لصغار الأمور، أنتبه لأشياء لا ينتبه إليها الآخر. دي الشخصية الوسواسية، وهي معرضة اه. أن تصاب باضطراب الوسواس القهري. اه. اضطراب الوسواس القهري تمام. لا لا، اصل انا عايز اقول هو كأن انا دلوقتي اقول للناس يعني ايه، ما تحبكوش المسائل قوي. لا آه يعني انا مثلا بحب النظام، بحب طبعا. الترتيب، إنه بحب احنا نلتقي الساعه 8 تبقى أيوه 8، ما تبقاش 8 و5. بالظبط، أنا يعني كده. اه. وإنه لا يبقى انا كده معرض، بعد الشر بعد الشر لا يعني لا الاستاذ لا لا، سخاري. ما هو يحميك أشياء كثيرة، نعم. منها الإيمان، ومنها القوة الشخصية، ومنها الانفتاح على العالم، ومنها الإدراك أن الآخر مش أنت. يعني ايوه. أنا لا أطالب زوجتي أن تكون مثلي طبق الأصل، حرام، صحيح عيب. صحيح. ولا أبنائي. يعني هناك من الآباء من يودون أن يكون أبنائهم مثلهم في كل شيء، حتى في صنعتهم. نعم. ده حرام يا طيب جماعة. يبقى كأن انا خدت من حضرتك روجيتا دلوقتي للساده أيوه المشاهدين، ان الوسواس المحمود اللي هو الدقه والنظام والنظافه نعم. والترتيب والاولويات وكل ده أيوه كويس جدا، أيوه مع وجود شخصيه قويه، قويه الصله بالله، مؤمنه، عنده ادراك، عنده انه الاخر مش متطابق معاه، نعم. ان زوجتي مش انا. طالما يدرك هذه الامور نقول له لا ما تقلقش، انت مش هتصاب ان شاء الله بس بالوسواس خد القهري. بالك. اه. تمام. التاني بقى اللي هو اضطراب الوسواس القهري وتتفاوت شدته، اه. اللي هو مرض. المرض. اضطراب، احنا دايما نقول اضطراب، ما نقولش مرض. اه. ولجأنا مؤخرا ان احنا نقول عليه نطاق الوسواس القهري، اه. يعني بيضم حاجات فيه. اه. وهو يتعلق على فكرة في مصر تقريبا كده بقى متركز في حاجتين: أشياء تتعلق بالعبادات ايوه بالدين، صحيح. وأشياء تتعلق بالجنس. اه. والاثنين في رابطة ما بينهما، لأنه النجاسة والنظافة، مم. الوضوء ونقض الوضوء، تمام. الريح وعدم إخراج الريح، تمام. المذي، يعني في المزي والودي والوادي. والسائل اللي يخرج من وحضرتك عارف الانسان. الحديث لما سيدنا علي كان يعني يخجل انه يطلب صحيح. يسأل رسول الله، عليه فسأله السلام. احد الصحابة صحيح. فقال له اغسلوا مذاكيركم. نعم. فهنا شوف السماحة بتاع الدين يعني هو علاج. يعني نعم. ايه؟ ما تعقدش الدنيا، ما تروحش تستحمى، يعني خلاص ما تغتسلش. تمام. الاضطراب الوسواس القهري هو فكرة او فعل، أو فكرة وفعل. الفكرة الزنانة الرنانة التي ترهق صاحبها وهو يعلم أنها خطأ. ما دي دي مشكله، أيوة، بيبقى عارف انه غلط. هي دي المشكلة. عارف لو هو مش عارف أنه غلط اه. يرتاح، يبقى عنده نوع من أنواع الفصام. اه. لكن إذا تطورت هذه الفكرة مع فعل أنه يغسل الأيدي حتى بالبوتاس وتبتدي تتحرق، أو بالماء الساخن، أو أنه هو أو هي ودايما تغسل الملابس، ولو مرة تحتيها شخص تغسلها تاني. اه. أنا شفت حالات، وإذا وصلت إلى حد الجنون، واسمح لي في هذه الكلمة، لست أقصد بها كلمة
هي أدبية مجازية لوصف حالة مرضية متطورة جدا، زي اللي هي نطاق الوسواس القهري. نعم، زي احنا بنقول مجنون ليلى كده. إنه كان في واحدة وكانت سيدة مسيحية فاضلة، وكانت لما تقف في الشارع وتشوف حد غير نظيف تغسل نفسها بالديتول، وكانت عامله من الباب من الباب الشقه، من باب الشقه لا ده اللي جاي اقوى اتفضل من باب الشقه لغايه الحمام تيوب انبوب كده من البلاستيك، يمشوا فيه الاب والولدين لغايه الحمام يغتسلوا بالديتول. لا فكانوا العيال بيهربوا ويروحوا عند جدتهم. دي واقعه. لا واقعه. انا دي كانت ساعتها العلم قاصر شويه في حته معينه في ماده الدوبامين الخاصه بالتفكير. تمام. واحنا هنتناول، احنا لسه هنتكلم في الجزئيه دي. فهنا انا ما قدرتش اكمل. بس انا فهمت من حضرتك دلوقتي ان الوسواس القهري ده، حضرتك سمعت من حضرتك بتقول فكره او فعل او فكره وفعل معا. نعم. يعني ممكن واحد تبقى فكره عنده لكن اما بتدخل بقى في نطاق الفعل يقعد بقى يغسل بقى وهيأذي نفسه. مش يغسل بس، ده هو يعيد الوضوء ويعيد الركعات ويفتكر حتى انه فمه اتبل وهو ما اتبلش، كانت الفوطه ناشفه. هو هنا اقترب من حد ان هو يفقد الصله بالواقع. تمام. اللي هو ايه، عقله يبتدي يفلت منه. هو ده الوسواس القهري. وبعدين بيحصل اذى، انه يعني مثلا انا لو ابني ما اداش الحلاوه لاخوه زوجتي هتبقى طالق. فكره عبيطه تافهه. فانا طبعا بلجأ الى كذا اسلوب هنتناولهم في العلاج ان شاء الله. طب اسبابه ده ايه يا دكتور يعني؟ السبب الحقيقي هو ان هناك نشاطا محموما في المنطقه